السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة شهوة أمة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الحلوة اللي دايرة ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن طبيعة الحال كيف ما كتعرفوا عليا غادي نشاركها معكم بطريقة سهلة بزاف ومبسطة. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندي هنايا 5 ديال البيضات يكونوا بحرارة المطبخ، على الأقل خرجوهم ساعة أو لا ساعتين من قبل. عندي ساشي واحد ديال خميرة الحلويات ما يعادل 7 غرام. عندي واحد ساشي ديال الفاني، وغادي نحتاج قبصه ديال الملحه، وغادي نحتاج 30 غرام ديال الماء، تقريبا ربع كاس غير الماء عادي ديال الروبيني، وغادي نحتاج 30 غرام ديال الزيت حتى هي ربع كاس ديال العنبه، وغادي نحتاج 150 غرام ديال السكر سنيده. شوفوا معايا الكاس راه ما عامرش حتى للفوق كاع بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان. وغادي نحتاج هنايا 160 غرام ديال الدقيق. انا غادي نقول لكم بالضبط شحال هزات ليا من كاس ديال العنبه بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش الميزان. نبداو على بركه الله بطريقه التحضير. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي ندير فيه 5 ديال البيضات، غادي نضيف ساشي ديال الفاني، تقدروا ديروا 2 الا ما كتعجبكمش الزفوريه ديال البيض، ولكن غير وحده راه كافيه. وغادي نضيف سكر سنيده، وغادي نضيف قبصه ديال الملحه، وغادي نطرب كلشي مزيان بالطراب الكهربائي. بالنسبه للطراب الكهربائي ضروري خاصو يكون عندكم الا بغيتوا تصايبوا الجينواز وتنجح معكم 100%. من بعد ما طربت ديك المكونات كامله ضروري خاصهم يكونوا على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ واحد الزلافه وغادي ندير فيها شويه ديال الخليط، تقريبا 2 معالق، وغادي ندير فيها 4 كاس ديال الزيت ما يعادل 30 غرام، وغادي ندير فيها 4 كاس ديال الماء ما يعادل ايضا 30 غرام. علاش درنا هاد العمليه؟ باش ملي نضيفوا الماء والزيت على الخليط ما يهبطش لينا داك البيض اللي طربنا. غادي نحركهم مزيان وغادي نضيفهم على داك الخليط تدريجيا، وانا كنحرك من التحت للفوق. غادي تشوفوا معايا الطريقه بالضبط في الفيديو. ودابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه. عبرت معكم هنايا الكاس الاول، غادي نديرو في الصفايه، وغادي ندير معاه ساشي ديال خميره الحلوه. حاولوا ما امكن ان هذا الدقيق ديروه على شكل دفوعات، ما تخووهش في دقه واحده. صافي غادي نبدا ندير الدقيق شويه بشويه، وانا كنحرك من التحت للفوق باش ما يهبطش ليا داك البيض اللي طربنا. من بعد ما ضفت الكاس الاول كامل، شوفوا معايا الكاس الثاني اللي عبرت راه ما عامرش حتى للفوق، يعني 160 غرام فيها كاس كامل، وكاس ما عامرش حتى للفوق كيف ما كتشوفوا معايا. ودائما العبار راه كيكون بكاس ديال العنبه. هذا هو القياس ديال الدقيق اللي غادي ديروا في هاد المقادير اللي عطيتكم. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نغربل شويه بشويه وانا كنحرك. خديت هنايا هذا الاطار اللي غادي ندير فيه الجينواز. نتوما تقدروا تستعملوا اي مول متوفر عندكم، غير بشرط انكم ضروري خاصكم تفرشوا ليه ورق الطبخ من التحت باش ما تلصقش لكم الجينواز او لا تحرق لكم من التحت. من بعد ما دهنته بالزبده غير باش يلصق ليا فيه الورق، قديت فيه هكا ورق الطبخ من الداخل، وغادي نخوي فيه الخليط ديالي. اما بالنسبه للفران غادي ندخلها للفران اللي يكون بارد. غادي ندير درجه الحراره 150، غادي نشعل عليها غير من التحت، وغادي ندير الطاوه الوسط غير حتى طيب ليا من التحت، غير تشد في راسها. صافي طفيوها من التحت وشعلوا عليها من الفوق وهبطوا الطاوه للتحت. يعني في الاول فاش غادي تكونوا شاعلين عليها من التحت غادي ديروا الطاوه الوسط، ومن بعد فاش غادي
تشعلوا عليها من الفوق غادي تهبطوا الطاوله لتحت. كنتمنى انني نكون وصلت لكم الفكره، وكنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه ديال الطياب. صافي من بعد ما كنخويها في المول كندير ليها بحال هكا من الفوق باش كيتحيدوا دوك الفقاعات اللي كيكونوا فيها وما كيبقاش في الداخل ديالها الهواء، وكتجي مقاده من السطح باش ما كتجيش جهه طالعه وجهه هابطه. صافي انا دابا غادي نديها ندخلها للفران، وملي غادي طيب غادي نعاود نرجع معكم. غادي نخلي الجينواز ديالي كطيب وغادي ندوز باش نوجد معكم السيرو. عندي هنايا كاس ديال الماء ما عامرش، وعندي نص كاس ديال السكر سنيده، وغادي نحتاج ساشي ديال الفاني. تقدروا ديروا حتى 2 ساشيات الا نتوما كتعجبكم النكهه ديال الفاني، او الا ما بغيتوش ديروا الفاني تقدروا ديروا طريف ديال الحامض. غادي ندير ديك المكونات كامله في كاسرونه وغادي نشعل عليهم العافيه، وانا كنحرك حتى كيغلى ليا داك الماء. صافي وكنطفي عليه وكنخليه حتى كيبرد. تقدروا تحتفظوا به لمده طويله ما كطرى ليه حتى شي حاجه، غير هو خاصكم ديروه في الثلاجه. وهذه هي الجينواز ديالي من بعد ما طابت. كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي رطبه، وهاد المقادير اللي عطيتكم كتجي ناجحه 100%. غير جربوهم ما تخافوا منهم حتى شي حاجه. شوفوا معايا كيفاش كتجي مفشفشه وخفيفه، وضروري خاصكم تخليوها حتى تبرد عاد تقطعوها. انا بالنسبه ليا ما غاديش نخدمها اليوم، غادي نخليها حتى الغدا ان شاء الله، عاد غادي نزينها. داكشي علاش غادي نخليها حتى تبرد، وغادي ندير ليها السلوفان مزيان، وغادي نحتفظ بها في المجمد. حتى نتوما الا بغيتو ديروا هذه الطريقه غير ديروها، راه ما كطرى ليها حتى شي حاجه، كتبقى كما هي. بالعكس عاد كتولي سهله في التقطاع وما كتبقاش تفرتت معاكم. هذا النهار الثاني فاش غادي نقادها. غادي ندوز دابا باش نوجد معكم الكريمه. غادي نحتاج هنايا 2 علب ديال لاموس ديال الياغورت. نتوما تقدروا ديروا لاموس ديال الفاني او لا الشوكولات او لا البيستاش او لا املو. المهم الاختيار كيبقى لكم نتوما على حسب الرغبه ديالكم. انا فضلت انني ندير هذه الصراحه كتجي زوينه بزاف في المذاق. وغادي نستعمل معاها نص لتر ديال الحليب. بالنسبه لكم نتوما الا درتوا علبه واحده ديروا معاها غير كاس واحد او لا كاس ونص. اما الا بغيتوها تكون خفيفه شويه ديروا 2 كيسان ديال الحليب. وبالنسبه لهاد الكريمه ما كتضيفوا معاها لا سكر لا حتى شي حاجه، كتطربوها فقط غير مع الحليب. غادي نطرب كلشي مزيان حتى كتطلع ليا الكريمه. ومن الاحسن يكون الحليب بارد مزيان، يعني يكون في المجمد واحد نصف ساعه باش هكا دغيا كتطلع لكم وما كتاخذش لكم الوقت بزاف. وهذا هو الشكل ديال الكريمه ديالي من بعد ما طلعات. شوفوا معايا كتكون شاده في راسها مزيان، وملي كتهزوها بحال هكا ما كتسيحش لكم، كتحسوا بها ثقيله. غادي ندوز دابا باش نمونطي الحلوى. خديت هنايا الجينواز من بعد ما خرجتها من المجمد، قسمتها على 3 ديال الطروفه كيف ما كتشوفوا معايا. نتوما الا بغيتوها تجيكم عاليه اكثر يعني تقسموها على 4 او لا 5، ديروا المول يكون صغير على هذاك اللي درت انايا. غادي ناخذ هذاك الطرف اللي كيكون الفوق، الجهه الفوقانيه غادي نديرها من التحت، والجهه الدخلانيه غادي نديرها من الفوق على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه لكم. وغادي ناخذ السيرو اللي صايبت معكم، انا درته في قريعه وحتى في الطبيب في الثلاجه. غادي ناخذ هذيك الجينواز وغادي نسقيها مزيان بالسيرو. غادي ناخذ الكريمه اللي طربت وغادي نديرها في واحد البوش، وغادي نحاول نوزعها على الجينواز كامله باش هكا باش غادي تجيني مقاده وما تجينيش جهه طالعه وجهه هابطه. غادي نقادها كلها مزيان. كنتمنى ان الطريقه تكون واضحه لكم. وغادي ندير الكريمه هكا غير في الجوانب
ما غاديش نديرها الوسط. وعندي هنايا كميه ديال اللوز اللي حمرته وهرمشته تقريبا غير 10 ديال الدراهم. تقدروا ديروه ولا تقدروا تستغناو عليه، ماشي ضروري انكم ديروه الا ما متوفرش عندكم. غادي ندير واحد الكميه، وغادي ناخذ هنايا كميه ديال زبده اللوتيس اللي شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل من هذا. غادي نحاول نوزعها فوق هذاك اللوز. وغادي نجيب الطبقه ديال الجينواز اللي كتكون لداخل. شوفوا معايا، هذه راه هكا تكون لداخل. غادي نحطها من الفوق ونضغط عليها شويه، ما تضغطوش عليها بزاف، وحاولوا تقدوها باش ما تجيكمش معوجه. غادي نسقيها حتى هي بالسيرو بنفس الطريقه باش سقينا الطبقه الاولى. وغادي نقادها بنفس الطريقه اللي خدمت بها الطبقه الاولى. وغادي ناخذ الطبقه الاخيره اللي كتكون من التحت، حنا غادي نديروها من الفوق، وغادي نحطها بحال هكا، وغادي نضغط عليها شويه باش تشد بلاصتها، وغادي نسقيها بالسيرو. من بعد ما سقيتها غادي ندير طبقه رقيقه ديال الكريمه. شوفوا معايا، راه ما كنضغطش بزاف على البوش باش ما تخرجش ليا كريمه بزاف. غادي نديرو غير طبقه رقيقه حيت مازال غادي نعاودو طبقه اخرى من الفوق. ومن طبيعه الحال ما نساوش الجوانب حتى هما نديرو ليهم الكريمه. غادي نحاول نوزعها كامله من الفوق، وغادي نقد ليها حتى الجوانب ديالها. من بعد ما قديتها مزيان غادي ناخذ هنايا ورق الطبخ، غادي نقطعو على شكل قلب، وغادي تكتبوا فيه اي حاجه بغيتو، سواء عيد ميلاد او لا سنه سعيده او لا مبروك النجاح او لا مبروك الزياده. المهم نتوما كتكتبوا اي حاجه بغيتو وكتحاولوا تضغطوا عليها هكا بيديكم، والجهه اللي كتكون مكتوبه بالفيتر هي اللي كتكون من الفوق، باش هكا نتفاداو انها توسخ لكم الكريمه، او لا راكم عارفين الفيتر ما عارفينش شنو فيه شمن ماده فيه، باش هكا تبقى الحلوه نقيه. وكناخذ واحد الورق اخر كنديرو بحال هكا تقريبا بحال الشكل ديال الاول، غير هو كندير ليه هادوك بحال تقولوا دوك المستطيلات من الجناب باش هكا تجينا سهله فاش نبغيو نهزوها، وكنحطها مباشره فوق الورقه الاولى كيف ما كتشوفوا معايا. وكنحاولوا الورقه الاولى يكون الشكل ديالها بحال الورقه الثانيه، وكنبقى شاده ورق الطبخ هكا بايديا باش هكا ما يطلعش ليا وتخسر ليا الشكل ديالها. وكندير طبقه اخرى ديال الكريمه من الفوق. اما بالنسبه لهاد الطبقه فخاصها تكون غليظه شويه، وحاولوا ان الكريمه ما تدخلش لكم الورق لداخل باش هكا ما تخسرش لكم الشكل ديالها. انا حاولت نعطيكم جميع النصائح اللي تقدروا تستافدوا منها وتنجح معكم الطريقه. صراحه راه سهله بزاف، الا تبعتوا معايا هاد المراحل راه غادي تنجح معكم 100% من اول تجربه. صافي، وكنقد السطح ديال الكريمه بشكل عادي، وحاولوا ما تضغطوش على الكريمه باش الورقه ما تتحركش لكم من بلاصتها. صافي، انا غادي نستمر حتى نقدها مزيان من الفوق ومن الجوانب ديالها، وغادي نعاود نرجع معكم. اما بالنسبه للتزيين غادي ندير واحد الخط هكا من الجناب، اما بالنسبه للتزيين غادي نزين بهاد القليبات وهاد الشكلاط ابيض، كنصايبهم غير في الدار وكنحتفظ بهم في علبه محكمه الاغلاق، وكنخليهم غير للتزيين.
انا هادشي اللي متوفر عندي زينت به، وانتم تقدروا تزينوا باي حاجه متوفره عندكم. ماشي ضروري انكم تكلفوا على راسكم باش انكم تصايبوا شي حلوه. دائما زينوا غير بداكشي اللي متوفر عندكم في الدار. تقدروا ديروا غير الفيرميسيل اسود اولا الفيرميسيل ملون، مهم اي حاجه متوفره عندكم. ودائما التزيين كيبقى على حسب الذوق. وغادي ناخذ الحليوات اللي على هذا الشكل هذا، غادي نديرهم هكا من الفوق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي كيف كتجي من الفوق. شوفوا معايا كتجي رائعه بزاف، وكيف ما شفتوا معايا ما فيهاش بزاف ديال المكونات، سهله وبسيطه وبجينواز اللي ناجحه 100%. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي لي جيم ديالكم والتعاليق ديالكم. غادي نحلها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها كيف كيكون. شوفوا معايا كيف كتجي، الصراحه كتجي رائعه بزاف، لا في الشكل ولا في المذاق. شوفوا معايا هذاك عيد ميلاد سعيد كيفاش كيبان الشكل ديالها، الصراحه كتجي رائعه بزاف، وكتستحق انكم تجربوها او لا تعطيوها كادو لاي شخص نتوما بغيتو. كنتمنى ان الطريقه اللي شاركت معكم تكون واضحه لكم، وكنتمنى انني نكون عطيت جميع النصائح اللي خاصكم تعرفوها. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. ومرحبا والف مرحبا بالناس الجداد اللي انضموا معنا للقناه، وشكرا لكم على المتابعه. الى اللقاء.